ومعلومات مصادرنا الموثوق بها إنه في إطار قيام تنظيم الإخوان بتنفيذ المخطط المرسوم بالاتفاق مع حماس وحزب الله بتحريك مجموعاتهم الإرهابية المسلحة عبر الحدود المصرية مع قطاع غزة، فإن بعض هذه العناصر الإخوانية ومنهم داود سيد الشربجي وعادل مصطفى حمدان قطامش والفلسطيني محمد محمود عويضة بالتعاون مع بعض بدو سيناء تمكنوا من مساعدة العناصر الإرهابية في التسلل إلى الأراضي المصرية عبر الأنفاق غير الشرعية الموجودة على حدودنا مع قطاع غزة. ورصدت مصادرنا السرية إنه في يوم 29 يناير 2011 تلك المجموعات الإرهابية وهي تستقل سيارات دفع رباعي تسمى بالمارادونا عليها أشخاص مزودون بأسلحة RPG ورشاشات من مختلف الأعيرة قاموا بتنفيذ عمليات شديدة الخطورة في مدينة رفح، واستهدفت جميع المنشآت الشرطية المتواجدة بالمدينة، مما أدى إلى تراجع جميع القوات الشرطية المتواجدة في مدينة رفح إلى العريش، وذلك لكثرة أعداد المهاجمين وامتلاكهم قوة نيرانية كبيرة. وفي تمام الساعة 4 عصرا تقريبا رصدنا اتجاه هذه العناصر الإرهابية في اتجاه الطريق الدولي الساحلي المؤدي من رفح إلى مدينة الشيخ زويد، واستمرت القوات الشرطية في التعامل معهم إلى أن تراجعت هي الأخرى إلى مدينة العريش، ليكون بذلك الشريط الحدودي بين رفح والشيخ زويد خالي تماما من القوات المصرية وتسيطر عليه بالكامل حركة حماس. وعقب مجموعة من العمليات الإرهابية الأخرى رصدنا عبر مصادرنا الموثوقة انفصال تلك الجماعات عن بعضها البعض والتوجه في 3 مجموعات باتجاه محافظات القاهرة والقليوبية والبحيرة، وذلك لاستهداف سجون وادي النطرون وأبو زعبل والمرج وإخراج ذويهم والقيادات الإخوانية المتواجدة في السجن. تزامن ذلك مع رصدنا لحالات شغب من قبل المعتقلين السياسيين داخل سجن وادي النطرون، مما دفع قوات الأمن لإطلاق الأعيرة النارية في الهواء لتهدئة الأمر. وبعد ذلك ولدى وصولهم إلى السجون المشار إليها تمكن المسلحون بمساعدة قيادات الإخوان من اقتحام السجون المصرية وإخراج ذويهم. وأشارت التحريات إلى أن عدد تلك العناصر الإرهابية بلغ قرابة 800 شخص من حركة حماس، إضافة إلى 90 آخرين من حزب الله.